السلام عليكم، شراكم ان شاء الله تكونوا بخير. وصفة تاعنا تاع اليوم اللي هي مقارون بالبروكلي، من أبن الوصفات وأسرعها وأفيدها لصحتنا ولأطفالنا. تبعوا معايا مراحل التحضير. عندنا ريتلة تاع الماء، نضيفوا لها البروكلي اللي داير حالة في الأسواق وتعرفوا لي فيتامين اللي فيه. من بعد أنا ضفت هنايا المقارون، نتوما ديروا المقارون اللي عندكم واللي تحبوها. نديروا شوية ملح، نخلوها تغلي لمدة 7 دقائق، ما تزيدوا لهاش بزاف لأنه هذاك البروكلي راح يفقد كاع لي فيتامين تاوعو. نصفوها في باسوار ولا في الكسكاس. من بعد في مقله نحطو شويه زبده شويه زيت، نقطعو البصل رقيق رقيق نحطوه يدبال معاه. من بعد نضيفو شويه صدر تاع الدجاج اللي عندكم، نقلوه مليح، نديرو ملح فلفل الكحل. من بعد ما يتقلى لنا مليح نديرو الكريمه الطازجه المخصصه للطهي ماشي للحلويات. من بعد نضيفو البروكلي تاعنا والمعكرونه ولا المقارون، نخلطو تخليطه خفيفه. بعدها نديرو الجبن تاعنا. انا هنا كنت خيرت جبن يعني يكون مليح، المذاق تاعو بنين ويدوب تمتم، يعني خيروا نوعيه جيده هكذا باش تجيكم الوصفه بنينه كما راكم حابينها. صدقوني شحال هايله وشحال بنينه، وولادكم راحين ياكلوا مام البروكلي، ياكلوا المقارون، ياكلوا كلش وبصحتهم. جربوها ان شاء الله تعجبكم. هنايا نحطوها في طبق التقديم ونزينوها من الفوق بشويه معدنوس، يعني رشه خفيفه. اذا عندكم الحبق ثاني تقدروا ديروه، سينو غير المعدنوس يفي بالغرض. هكذا تبدلوا وتنوعوا في الاطباق، ومشي دائما ديروا المقارون تاعكم بنفس الطريقه. في الاخير نقول لكم الى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.